السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي عجينة مالت الصاج. راح نسوي صاج دجاج. أنا أريد أسوي لهم للسحور. فاللي راح أحتاج 3 قلاصات من الطحين. راح أعطيكم مقاديره، راح أسوي أكثر. 3 قلاصات من الطحين وملح. طبعا تحطون ملح حسب الذوق، انتم تدونها مالحة شوية تحطون ملح، تردونها ماسخة خاف أحد عنده ضغط نقلل الملح. فكل قلاص من الطحين راح نخلي له خاشوقة من الزيت. كل قلاص طحين خاشوقة من الزيت، يعني نفترض 3 قلاصات من الطحين 3 خواشيق من الزيت. نخلي 4 قلاصات من الطحين نكثر خاشوقة من الزيت وهكذا. فهسه راح نخليه يعني مكونات كلش سهلة وبسيطة وما رايد لها شي وبالبيت نسويها، ما راح نشتريها. تعرفون واحد نوبات عائلة كبيرة يردون يسوون كميات كبيرة فسووا بالبيت انتم. فراح نخلط الزيت ويا الطحين مثل ما راح تشاهدونه بهذا الشكل حتى لا يفصص عندنا بعدين من نعجنه بهذا الشكل، حتى يصير عندنا مثل الرمل. الزيت ويا الطحين مثل الرمل. ما راح نحتاج لا خمرة لا كمبودر لا منكهات لا أي شي، بس هاي المكونات سهلة وبسيطة، وأعتقد كل بيت بيه طحين. طبعا الطحين صفر، أنا عندي طحين مشتريت من أبو الكمية، طحين مالت رعاية عادي كلش طبيعي يصير بيه، وراح تشاهدونه بالفيديو إنه عادي حلوة صارت العجينة. بهذا الشكل سويته. وقلت لكم إنه نحتاج زيت وشوية ملح حسب الذوق، وماي نخلي قلاص ونص، واذا احتاجينا نحط واذا ما احتاجينا نقلل. بالبداية نحط قلاص وبعدين نظل نزيد شوي شوي لحد ما نحصل العجينة اللي نريدها. يعني 3 قلاصات طحين 3 خواشيق زيت ملح و قلاص ونص من الماي الحار، يعني مو بارد لا يكون حار، يعني قوة ايدينا تتحمل الحرارة مالته، مو يعني تحرق بس ايدينش تتحمل الحرارة مالته. فنسوي بهذا الشكل، نعجن العجينة ونخلي ماي شوي شوي لحد ما نحصل العجينة اللي نريدها. حصلنا هاي العجينة مثل ما تشاهدونها، شوية تكون طرية مو كلش يابسة حتى نقدر نشتغل بيها براحتنا. وهسه اخليها ترتاح 5 دقائق او 10 دقائق حتى يعني بعدين من اقدر افتحها تكون سهلة عندي، يعني ما تكون يعني متشنجة استوني مسويتها. فراح اقطعها بهذا الشكل. انا نفس الدقيقة اللي عجنتها راح اقطعها بهذا الشكل، اقطعها قطع اللي حجم اللي انا اريدنه. وبعد ما قطعتها وصار عندي هذا العدد الخبزات اللي راح اسويهن مثل ما تشاهدونه، هم خليتها ترتاح دقيقتين 3 دقائق حسب انتم، بين ما ارشن شوية من الطحين بالصينية وميز عندكم شنو، يعني انا راح اقعد بالقاع اسويها بهذا الشكل حتى اقدر اشتغل بيها براحتي. وبعدين اسويها بهذا الشكل حد ما تصير عندي عجينة. يعني اذا كانت عندكم شوية مثلا ضوجتكم خلوها ترتاح شوية ورجعوا سووها من جدة وجديد بين ما تسوون الباقيات. بعد ما سويت نرشي الطحين عليها حتى لا تلزق وحدة فوق الثانية، بس بعدين اكيد من نريد اخبز هنا وخر الطحين على مود لا يحترق. وهنا جاي نسوي الباقيات. راح يصير عندنا كمية كلش كبيرة. هسه حطيت صينية مالت الأوفن على الطباخ وخليتها تصير حامية، وجبت الخبزة حطيتها عليها وقلبتها من تستوى اقلبها على الجهة الثانية. وهاي النار ساعة نصيها وساعة عليها حتى لا يحترق عندنا، فانصيها شوية بين ما احط الخبزة الثانية نوب عليها. وصار عندي خبزات بهذا الشكل. اذا عندكم مالت الصاج هاي يعني يجي شلون التنور او الحديدة تكون افضل، انا ما عندي الصراحة فسويتها على الطباخ، فصار عندي الخبزات بهذا الشكل. شوفوها اقدر اتحكم بيها براحتي، يعني مو يابسة ومكسبة لو فرشي لا اقدر اتحكم بيها براحتي.
تحطون الحشوة بداخلها، الحشوة تعجبكم دجاج لحم شنو تحبون تحطونها، وبعدين تكبسوها. وهاي الصاجات مالتي، وسهمنا وسهمكم العافية. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. لهنا أحب أن أعوفكم واستودعكم الله ومع السلامة.